شاب نفسه في حاجة أساسية، مهارة أساسية لازم يتعلمها، اسمها فن التعامل مع الناس. فن التعامل مع الناس ازاي؟ لو دي دايرتك فكر في دماغي ودي دايرتك فكرة في دماغك، ازاي لو فضلنا بعاد عن بعض هتفضل الدايرتين بعاد؟ ازاي عشان انجح ادور على مساحة مشتركة في النص بيني وبينك، وهتفضل حتة في دايرتي انت مش موافق عليها، وهتفضل حتة في دايرتك انا مش موافق عليها، لكن هيفضل في حتة في النص نقعد نوسع فيها احنا الاثنين نكسب فيها مع بعض. ازاي اوجد معاك مساحة مشتركة؟ ازاي؟ البرنامج في الاخر يا جماعة مش بيكلم بس اللي عندهم مشاكل او اللي عندهم خلافات، لكن بيكلم حاجة تانية كمان، عموم شباب. الآن استطعت أن أرى بوضوح، أنا بقيت شايف الرؤية عندي كويسة قوي، لأني صعدت على أكتاف الجميع يوم استمعت لآراء الجميع. أنا بقيت طالع فوقهم كلهم، فشايف كويس قوي لأن أنا اتكلمت معهم. تعايش يعني نتفاهم مع بعض، يعني نتحاور مع بعض، يعني نقبل بعض حتى لو ما قبلناش أفكار بعض، على الأقل صعب قوي. بقى لازم في صوت يطلع يتكلم يقول يا جماعة تعالوا نتآلف، مش عيب ان احنا نختلف، ده احنا لازم نختلف، ده الاختلاف ده سنة كونية، ده امر من امور الكون. التعايش معناه انا طرف وانت طرف، ندور على مساحة مشتركة نتكلم فيها من غير ما تاخد ارضي وتقولي تعالى نتعايش، لكن تعالى نتعايش نتفاهم. ازاي ان المسلمين اللي عايشين في الغرب وفي اوروبا يندمجوا في المجتمع الغربي عشان يعرفوا جارهم واللي معاهم في الشغل بقيمة الاسلام ويرفعوا صورة جميلة للاسلام من غير ما يفقدوا هويتهم الاسلامية. انا الاسلامي متعايش، لكن قلنا لازم يطلع من تاريخنا، وعشان البرنامج ده بيكلم الغرب فيعرف الغرب الاسلام وحقيقة كل واحد حاول عاش حياته خدمة الإسلام. لما ندور في تاريخنا عايزين نماذج للتعايش، فلم نجد جدا مناسبة للوقت اللي احنا عايشين فيه الأئمة الأربعة. أيوة يا غرب، أنا بكلم المواطن الغربي اللي بيسمعني دلوقتي زي ما الناس عندنا سمعنا. الأئمة الأربعة أئمة تعايش، أئمة تفاهم، أئمة الحوار في تاريخ البشرية. نجاح الأئمة الأربعة وإن احنا جايين نتكلم عنهم النهاردة إن هم متعايشين. فالأئمة الأربعة محتكين مرنين، اهتموا بجيل بعديهم ياخد علمهم ويورثوا. أنا فخور وإحنا بنتكلم على تاريخنا، وبقول للغرب اسمعوا تاريخنا، وبقول لشبابنا افتخروا وما تدبوش، افتخروا بثقافتنا وتعايشوا مع المجتمع. بقول لهم تاريخنا جميل، عيب ان احنا نعمل كده ببعضينا ويضحك علينا العالم. عايزين نتعايش بينا وبين بعضينا، عايزين نلم البيت من جوه.